تعال احكي لك حكاية السجاير اللي الناس بتشربها كل يوم، ومحدش بيفكر هي جت منين ولا اتعملت ازاي. الموضوع مش بسيط زي ما الناس فاكرة. دي رحلة طويلة جدا، بتبدأ بزراعة بريئة وبتنتهي بحاجة ممكن تدمر حياتك. أهلا بيكم. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. يلا بينا نبدأ. كل حاجة بتبدأ في مزارع ضخمة في بلاد زي أمريكا. هناك بيزرعوا نبتة اسمها التبغ، ودي النبتة الأساسية اللي بيتعمل منها كل أنواع السجاير. الفلاحين بيزرعوا التبغ ويستنوا شهور لحد ما الورق يكبر ويستوي. لما بيجي وقت الحصاد بيجمعوا الأوراق ويبدأوا يجهزوها، بس هنا مفيش غسيل ولا تنظيف زي ما بنشوف في الفاكهة. لا، بياخدوها على غرفة كبيرة مخصصة عشان تتجفف. عملية التجفيف دي ممكن تاخد أيام أو أسابيع حسب نوع التبغ اللي بيستخدموه. بس اللي بيحصل بعد كده هو الأخطر. الورق ما بيتسابش على طبيعته، لأ، الشركات بتبدأ تضيف عليه خلطات ومواد كيميائية ونكهات وسكريات عشان تزود الطعم وتحفز الإدمان. يعني السيجارة اللي بتدخل بقك دي مش تبغه بس، دي مزيج كبير من حاجات كتير قوي. بالنسبة للنيكوتين، بيتحط بنسبة محسوبة بدقة عشان يخلي جسمك يطلبها أكتر وأكتر. بعد كده يبدأ الجزء الصناعي. الآلات بتلف التبغ في ورق مخصوص وتقطعه بالحجم اللي كلنا عارفينه، وبعدين يحطه في فلتر اللي الناس كلها فاكرة إنه بيقلل الضرر. بس هو في الحقيقة مجرد قطعة بلاستيك، ما بيعملش فرق كبير. السجاير بعد ما بتتلف بتتحط في علب شيك وتتغلف بشكل جذاب وتتوزع على المحلات كأنها منتج عادي. بس في الحقيقة إنها واحدة من أكتر الحاجات اللي بتسبب الوفاة في العالم. الموضوع ما كانش مجرد سيجارة، دي صناعة كاملة مبنية على الإدمان، على إن الجسم يطلب حاجة بتدمره وإنت فاكر إنها بتريحه. فكر فيها بنفسك، هل في حاجة تستاهل تدخل جسمك وتتحكم فيك بالشكل ده؟ السيجارة عمرها ما كانت حل، هي دايما بداية المشكلة. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول.